اللي سافر للنيجر طبعا مع الفريق، وبنهنيه على الفوز امبارح ونطمن على بعثه نادي الزمالك. كابتن احمد ازي حضرتك؟ معلومه كريمه لما سافرت حضرتك في مصر؟ انا عارف. ما انا بيقولوا لي في النيجر، انا قلت خبر ان حضرتك مش مسافر. صح. ازيك يا كابتن احمد؟ الله يخليك. ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، مبروك ماتش امبارح يا كابتن. الله يبارك فيك. الله يخليك يعني ما شاء الله فوز يدي الثقه كده وخارج الارض، ونقول خطوه كويسه للجهاز الفني مع نادي الزمالك في بدايه مشواره في بطوله افريقيا. الحمد لله طبعا. يعني انت عارف برضه النتيجه اللي هي كنا عاملينها في مصر كانت مديانا راحه شويه، لكن بعد الاولاد برضه لعبوا وميدو الحقيقه ميدو الحقيقه يعني زي ما تقول كان قاري الماتش قبل ما يتلعب. اتكلمت معاه قبل الماتش، قال لي على حاجات هيعملوها وانا قاعد بتفرج في التلفزيون. والله يا كريم حتى نزول حازم امام قال له حازم انت هتنزل الشوط الثاني وانت اللي هتكسبنا لانهم هيكونوا تعبوا. يعني كلام طبعا انت عارف لما بيتحقق بيبقى حاجه جميله جدا. ايوه. فانا طبعا بحيي اللعيبه وبحيي الجهاز الفني اللي عملوه شيء جيد جدا، واتمنى بقى ان احنا نستثمرها دي في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا لسه زايعين من شويه يا كابتن، يعني مباراه لفريق كابوس كورب اللي هيلعب ضد نادي الزمالك، فريق انجولي. وكان بيلعب مباراه السوبر اللي هو بطل الدوري في انجولا مع بطل الكاس مع فريق بيترو اتلتيكو، فريق شهير جدا طبعا حضرتك عارفه في انجولا. وفريق كابوس كورب كسب 3-1، ورئيس النادي هناك راجل ملياردير وبيجيب لعيبه غاليه، وعندهم ريفالدو اللاعب البرازيلي. يعني لسه جايب الماتش وملعبهم حلو، والاستاد عندهم حوالي يعني بيتسع 60-70 الف متفرج، ففرقه كبيره مش فرقه صغيره، رغم ان هم لسه جداد في الكره الانجوليه، ولكن معاهم امكانيات وفلوس. فاعتقد ان المواجهه اللي جايه مش هتكون سهله يا كابتن احمد. لا هو مفيش ماتش. ما انت شفت حتى فرقه النيجر دي على الرغم ان هم يعني على قدهم في الكوره، لكن برضو كان لازم يتعمل حسابهم. ويخيل لي الجهاز الفني عامل حساب كل كبيره وصغيره، واحنا بنبعت نجيب السجلات بتاعت الفرقه عشان برضو ايه يعني مهم جدا دراسه المنافس اللي انت هتلعبه، واخد بال حضرتك ازاي. وطبعا خطوه برضو ده دور ال 32 بالظبط. يعني دور ال 32 كل ما بتعدي خطوه كل ما اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها. اسم الزمالك اسم كبير في افريقيا. ايوه. انت عارف كل ما بيتقدم خطوه بيبقى الاسم بيلمع تاني وبيخش من جديد. فانا عاملين حساب الكره الانجوليه كره متقدمه جدا من جميع النواحي. انت بتقول الراجل مليونير رئيس النادي. ايوه. وعندهم ريفالدو على الرغم ان هو كبير شويه، انما برضه ريفالدو من اللعيبه اللي لازم تعمل حسابهم. فان شاء الله الجهاز الفني بقياده ميدو ان شاء الله يعمل كل حاجه بحيث ان هم ان شاء الله يبقوا جاهزين لهذه المباراه. طيب كابتن احمد، يعني بالنسبه لعدم سفرك مع الفريق هنا في مصر، الناس كتير اتكلمت في النقطه دي، عايز حضرتك اللي تقولي الاسباب عدم سفرك مع الفريق. اول حاجه طبعا انت عارف يا كريم انا ما بخبيش حاجه. الحقيقه المدام كانت تعبانه شويه وكانت في المستشفى وبتعمل عمليه. الف سلامه يا كابتن، الف سلامه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا المواضيع بتاعت ان ميدو بيقعد احمد عبد الحليم في المدرج هو وهشام يكن، ما اعرفش مين. يا جماعه انا مدير الكوره، والراجل اللي اسمه ميدو ده راجل متربي. يعني ميدو راجل متربي يعلم انه بيشتغل مع ناس هم الكباتن بتوعه، ومن ضمن الناس اللي ربيته في نادي الزمالك. ايوه. فقرار ان انا اقعد في المدرج، قرار ان انا ما اسافرش، ده قراري انا. ايوه. خدت بال حضرتك؟ يعني انا اللي بقرر. ايوه. بيد المعسكر انا شايف ان انا كل ما ببعد عن اللعيبه، لان الامور الماديه مهمه جدا يا كريم. طبعا. الكلام ده عجيب انت وانت فاهمه كويس. الامور الماديه يعني كل ما اللعيبه بتشوفني يبتدوا يسالوا فين يا كابتن الفلوس فين، فبطلعهم خارج تركيز المباراه. فعشان كده انا تلاقيني ايه باجي قبل الماتش يكون اللعيبه خلاص ما عندهمش فرصه ان هم يتكلموا في الفلوس. ما بباتش معاهم، مش عشان انا يعني ببتعد عن الفرقه، لا بالعكس. طيب مجرد ببقى شايف الماتش من فوق، اي معلومه ممكن اوصلها للجهاز الفني، وطبعا الناس برضو بياخدوا المعلومات بمنتهى راحه الصدر. طيب مجلس الاداره مساعد كابتن احمد عبد الحليم على توفير مستحقات اللاعبين، يعني مسهل مهمتك، ولا برضو شايف لسه الامور يعني مزنوقه شويه في النادي؟ والله يا كريم الحقيقه من اسبوع قبل الفرقه ما تسافر، بعد المباراه الاولى بتاعت فريق النيجر، يعني مش هقول لك مش كل اللعيبه، انما نسبه عاليه جدا من اللعيبه خدت فلوس. خدت بالك؟ واحنا على اول الشهر انا هم صراحه مجلس الاداره والدكتور كمال
وايمن يونس، وكلهم طبعا وعدين بان هم هيحلوا كل المشاكل الماليه. بدايه فعلا احنا حلينا جزء كبير جدا من مشاكل اللعيبه، واخد وعد ان اول الشهر بقيه اللعيبه ان شاء الله هياخدوا حقوقهم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك كابتن احمد، وبالتوفيق ان شاء الله مع نادي الزمالك في الفتره القادمه. كابتن احمد عبد الحليم مدير الكوره في نادي الزمالك. نروح دلوقتي نتفرج على مباراه الاتحاد السكندري